السلام عليكم. مساء الخير على الجميع. أنا برد على اللاجئين اللي بيقولوا إحنا جايين مصر مستثمرين. أنت أقصى استثمار عندك كلاجئ هو إيه؟ هو المطعم. تمام؟ يعني أنت بتعمل مطعم شاورما أو مطعم بروستا أو يعني شغلك كله على بعضه هو مطعم. طيب اللي أنت ما تعرفوش إن المطعم ده بيستهلك وبيستنزف اقتصاد الدولة. المطعم ده بيفيد صاحبه بس، لكن مش بيفيد الدولة في أي حاجة. إذا كان بيدفع رسوم فهو بيدفعها بالجنيه المصري، ورسوم يعني رسوم أي كلام. ثانيا، أنا عندي في مصر حوالي 400 ألف مطعم. عارف يعني إيه 400 ألف مطعم؟ يعني فيما يعادل كل 400 متر أو 300 متر مطعم أو كافيه. طب المطعم ده بيستنزف إيه بقى؟ بيستنزف الأشياء الاستراتيجية للدولة: كهرباء، مية، غاز. المواد الغذائية دي خليها بعدين. طيب تمام. المطعم بيستهلك في اليوم كام؟ في اليوم 10 اسطوانات، اقل حاجه 10 اسطوانات غاز. يا شيخ هنخليها في المتوسط 5 اسطوانات. 5 اسطوانات غاز في 400 الف مطعم، يعني فيما يعادل 2 مليون اسطوانه يوميا. عارف شهريا قصدي. عارف يعني ايه 2 مليون اسطوانه؟ لا صح، 2 مليون اسطوانه يوميا. عارف يعني كام في الشهر؟ يعني 60 مليون اسطوانه غاز شهريا. الغاز ده انا بشتريه بالدولار، انت بتحاسبني عليه في البلد دي بالجنيه المصري. ناهيك عن الكهرباء. الكهرباء حدث ولا حرج. طيب نيجي بقى للميه. المطعم بيستهلك في اليوم 32 متر مكعب ميه. وافتكر كلكم دخلتوا مطاعم وعارفين المطاعم بتستهلك ميه قد ايه، بس احنا ما بنحسبهاش. فاحنا بنتكلم على الاشياء الاستراتيجيه للدوله، اللي الشعب بيبقى محتاجها. فالدولة هتغطي المطاعم ولا تغطي متطلبات الشعب بتاعها؟ دي حاجة. الحاجة التانية، نيجي للمواد الغذائية. كم هو المطعم بيستهلك مثلا كمية لحوم أو كمية دواجن أو فراخ؟ كميات ما هي بسيطة. علشان كده الشركات المنتجة تنزل سعرها. ليه؟ أنا السلعة بتاعتي مطلوبة ومش قاعدة عندي، يبقى بالتالي برفع السعر